السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الحمد لله خلاص وصلنا ليالي امتحان الاحياء او انتهاء ليالي الثانويه العامه بمعنى اصح. ولكن الثلاث ايام بتوع الاحياء دول انت لازم تستغلهم بطريقه مختلفه عن الثلاث ايام اللي فاتوا، لان ببساطه جسمك ممكن يكون اتعود اصلا على الراحه وقال بقى ده لسه فاضل اسبوع، فممكن يكون الى حد ما اهمل في الثلاث ايام دول. ولكن بالله عليك الاحياء مش زي اي ماده، وانا هنا مش جاي اخوفك، ولكن انا حابب احطك في منظور ان انت تكون فاهم الاحياء بتيجي ازاي. واظن ممكن لحل سنين سابقه هيكون عارف ان الامتحان فعلا مش بيجي سهل، فانت لازم الثلاث ايام دول تكون بتحل اسئله صعبه، بتتعرض مثلا لافكار كتيره بتاع بعد كل درس، مش مجرد انت حفظت الفصل كده وخلاص، لا طبعا لازم تكون حل عليه اسئله صعبه، وانا اسئله فعلا فيها افكار، وكمان عارف عنه معلومات كتيره كده خارجيه وافكار. فكمل معايا الفيديو كده اقول لك المفروض الثلاث ايام دول تكون بتعمل ايه بالظبط، وهقول لك كمان على مصادر حل كتيره، وان شاء الله ان شاء الله اخليك تحل كده من 15 ل 20 شامل. كمان هقول لك على مصدر بتاع تريكات مهمه كده بعد كل فصله لازم تذاكرها، ان شاء الله هتنفعك وانت في الامتحان. بص انت المفروض الثلاث ايام دول تكون مستغلهم معظمهم حل مش شرح خالص. طب لو انت فاضل لك لسه جزء مثلا من الشرح انت ما استمعتوش، بص والله لو الجزء ده مش مستاهل فبالله عليك كفايه تقعد تسمع كده فيديوهات شرح. يعني بجد فيديوهات الشرح دي مهمه، ولكن مش شرط كل فيديو شرح بينزل لك في حياتك تقعد تسمعه. انت والله في فصل معين انت حاسس ان الدنيا كويسه معاك، مش شرط تقعد تسمعه. فالجزء اللي لو انت فاضل لك اي جزء دلوقتي مثلا انت لسه ما رجعتوش، مثلا فاضل لك الدعامه والحركه انت لسه ما ذاكرتهاش، ولكن انت حاسس لو انت مسكت الكتاب بتاعك هتفتكرها، فبالله عليك خش فيها. المدرسين دلوقتي مثلا اللي بينزلوا لك مراجعه وكل حاجه مش بيقولوا مثلا معلومات خارجه عن الشرح الاولاني، فهو نفس الشرح، ولكن بيعيد لك الشرح مثلا بصياغه اسرع شويه علشان تلحق تنجز. لو انت حاسس ان انت خلاص الفصل ده صعب معاك اسمعه على السريع كده. ولكن دلوقتي حاليا لو اي فصل واقف معاك بالله عليك امسك الكتاب بتاعك بما ان انت كنت مذاكره قبل كده، ومجرد والله ان انت تبدا تذاكره مع نفسك هتلاقي نفسك افتكرته. بالله عليك بالله عليك بلاش تقعد تضيع الثلاث ايام دول فيك شرح وشرح وشرح، وهتلاقي نفسك في الاخر الشرح ده انت مش مستفيد بيه غير قليل جدا. طيب اصلا المفروض انت بتكون بتحل ايه؟ الطبيعي والمنطقي ان انت المفروض ما تجريش ولا اي حد بيحل اي حاجه، انت المفروض تكون واعي في اولويات يعني ايه؟ يعني مثلا مش هتقارن بين اي كتاب اي حد مثلا والسنين السابقه، فانت لو رحت حليت كتاب كذا وسبت السنين السابقه تبقى انت غلطان، ما هو ده مش طبيعي. انت نازل لك نماذج استرشاديه كده، ان النماذج ممكن يجي منها ممكن يجي في فكره او الكلام ده، فانت لازم تحل النماذج الاسترشاديه. فزي ما قلت لك انت الكام يوم دول لازم تكون ماشي بالاولويه، نماذج استرشاديه سنين سابقه، بعدها اولويات بقى تاني اي حاجه لو انت عندك وقت تاني حلها. هنفرض مثلا ان انت خلصت الشرح بتاعك والدنيا كده وخلصت يعتبر المنهج كله شرح على مثلا النهارده نص اليوم، على العصر على المغرب بقى زي ما تخلصه. بمجرد انت تخلص من هنا سيبك من اي مدرس سيبك من اي حد، ابدا انت حل مع نفسك. تحل مع نفسك ازاي؟ بص يا عم، هتبدا النماذج الاسترشاديه بتاعتك هم 12 نموذج، لو عندك وقت تحل ال 12 كاملين بدون ما تاخد راي اي حد. النماذج الاسترشاديه في اسئله سيمبل كده بسيطه، فانت ممكن والله تخلص بجد، يمكن تخلص النموذج الاسترشادي في ساعه ساعه ونص بالكتير. فان شاء الله ان شاء الله يعني ال 12 دول هياخدوا منك يوم ونص ولا حاجه، لو نص اليوم بتاع النهارده وبكره تبقى انت كده ان شاء الله خلصت النماذج الاسترشاديه. الاهم من ان انت تخلصهم انت تكون عارف كل فكره فيهم، فاي سؤال يقف معاك هتلاقي بدل مستر 100 بيحلوه على اليوتيوب، ادخل واعرف الفكره دي. يعني بالله عليك انت بتلم افكار فاهمني، مش بتحل وخلاص. نيجي لتاني حاجه السنين السابقه، لو مزنوق مش شرط تحل كل السنين السابقه، حل 2024 وحل 2023، هم اكتر اتنين انت فعلا هتستفيد بيهم، هم فيهم افكار كتير. فانت حل 23 و24 كده، ده مثلا حوالي اربع شوامل اللي هو دور اول ودور تاني، ومعاك 12 يعتبر بتاع النماذج الاستشهاديه، فانت دخلت في 16 شامل. وانا مش بقول لك ارقام خزعبليه ولا حاجه، انا لسه بقول لك قدامك 3 ايام ان شاء الله، لو ضغطت على نفسك اقسم بالله ممكن تحل في اليوم 10، ولكن لو استغليت فعلا اليوم صح وانجزت كده في الحل سريعا. بقى كتاب معين كده عاوزك تحل منه، حتى ولو تحل يا عم 3 4 شوامل. كراسه التفوق هي عاليه شويه وفعلا، لكن انا بقول لك ليه حل منها، لان هي صعبه، وامتحان الاحياء زي ما قلت لك مش بيكون سهل اوفر، ومش مجرد مثلا انت مذاكر فتعرف تحل، لازم تكون متعرض لافكار. فانا عاوزك تجيب مثلا كراسه التفوق، ولو هتحل منها شاملين 3 بس تعرف الاسئله الصعبه دي بتتعامل معاها ازاي. طب والله مش عارف ايه، طب تدخل تشوف الحل بتاعها وهكذا. فانت كده بجد ممكن كمان تكون وصلت مثلا ل 20 شامل في الثلاث ايام دول، والحمد لله بجد يعني انت حليت كم كبير جدا ولميت افكار كتير. بالاضافه لكده كمان قال على جروب التليجرام كنت باعت لك تريكات ولا كل الفصل، انا والله التريكات والافكار دي كنت طالع بيها بعد كميه حل كتب كتير الحمد لله بعد كل فصل، فكان اي فكره بتقابلني كنت بكتبها. فتدخل على جروب التليجرام واقرا كده الافكار دي، لو لقيت اي حاجه جديده عليك اكتبها كده وافهمها وكل الكلام ده. وبالنسبه للجيولوجيا اظن هي كده كده موجوده في نفس الشامل، ولكن الجيولوجيا اكتر مصدر هتحل فيه اسئله كويسه جدا وعاليه بالنسبه للجيولوجيا هو كتاب الامتحان مراجعه نهائيه. فانت شوف كده والله لو فاضل لك شوامل فيه حل 3 4 شوامل في الجيولوجيا بالذات، يعني انا قصدي الجزء بتاع الجيولوجيا عشان ممكن معظمكم يكون يعني بيعتبر ان هو مجرد شرح وخلاص، فلا برضه انت محتاج تتعرض لشويه افكار في الجيولوجيا. بس بالله عليك حاول تستغل الثلاث ايام دول زي ما قلت لك في الحل، او معظمهم حل مش شرح.
بالله عليك محتاج ان انت تلم شويه افكار كتيره 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 بالنسبه للاحياء والجيولوجيا تستغلهم صح. واي حد فيكم عنده اي سؤال يكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه. وبس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجايه. سلام.